بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه فرانك موسيس وهو لسه صاحي من النوم الساعة 6 الصبح، وده بسبب إنه كان شغال في جهة أمنية سرية ومتعود على مواعيد الصحيان بدري دي. وأول حاجة بيعملها إنه بيقوم يشرب القهوة بتاعته زي ما هو متعود وبيعمل تمارين زي كل يوم. بعدها بيتصل على وكيلة التقاعد اللي بيتعامل معاها واللي اسمها سارة، وبيقول لها إن شيك التقاعد لسه ما جاش لحد دلوقتي يعني، فبتعتذر له وبتقول له إنها هتبعت له أي شيك جديد في أسرع وقت، وبيفضل يسألها عن نفسها وعن الكتب اللي بتقراها في الوقت ده وأسئلة شخصية تانية كتير، لحد لما بتيجي المديرة بتاعتها وبتخليها تقفل المكالمة عشان ترد على عملاء تانيين. ما ينفعش كده. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف فرانك وهو في البيت وبيقرا الكتاب اللي سارة رشحته له، وبيتفاجئ إن في جنود بيقتحموا البيت بتاعه وبيكونوا عايزين يخلصوا عليه، لكنه بيستخدم خبرته وبيستخبى ومش بيظهر نفسه ليهم لحد لما بيطمنوا إن مفيش حد موجود وبيدخلوا. لكن فرانك بيكون مستعد لهم وبيقدر إنه يخلص عليهم كلهم بكل سهولة. لكن بعد كده بياخد باله إن في جنود تانيين بره البيت وبيستعدوا عشان يدخلوا مستنيين الإشارة بس. فبيقرر إنه يستخدم خطة ذكية وبيحط رصاص من المسدس بتاعه على طاسة وبيحطهم على النار وبيسيب الرصاص وبيستخبى لحد لما الرصاص بيسخن وبينفجر. والجنود اللي بره بيفتكروا إن في ضرب نار وبيقرروا إنهم ينضموا وبيقتحموا البيت بسرعة، لكن فرانك بيكون مستخبي وبيخلص عليهم كلهم. والناحية التانية بنشوف سارة وهي لسه راجعة من بره وبتدخل بيتها وبتفضل تفكر في الشخص اللي كانت بتتعشى معاه وإذا كانت هتقابله تاني ولا لأ. وفي الوقت ده بتتفاجئ بفرانك عندها في البيت وبيقول لها ما تخافش، لكنها بتكون خايفة جدا وبتفضل ترمي عليه أي حاجة في وشها وتطلب منه يطلع بره، لحد لما بتهدى شوية وتسأله جاي ليه. فبيقول لها على الجنود اللي هجموا عليه وبيعرفها إن حياته في خطر وحياتها هي كمان في خطر، لأنهم أكيد راقبوا التليفون بتاعه وعرفوا إنه بيكلمها كل شوية وإنه معجب بيها. وساعتها بتتفاجئ سارة إن فرانك معجب بيها لأنها ما كانتش تعرف قبل كده. وفرانك بيقول لها إنه عايز يحافظ عليها ويبعدها عن الخطر، عشان كده بياخدها معاه بالقوة وبيخليها تركب العربية وتمشي معاه. في الطريق بيفضل يقول لها إنه مش عايز يأذيها ولا حاجة، إنه بس عايز يحميها، وبيكون حاطط شريط لاصق على بقها عشان ما تعرفش تتكلم. وفي نفس الوقت ده بنروح لقاتل محترف اسمه ويليام كوبر، وهو في مكانه بيتلاعب بالأدلة وبيمسح أي حاجة ليه علاقة بيه وبيزرع مكانها بصمات جديدة، وبعد ما بيخلص بيقتل واحد وبيزقه من على الكرسي وبيشنقه. بعدها بيخرج يقعد في العربية وبيقابل واحدة بتديله ملف اغتيال لشخص جديد وهو فرانك موسيس، وبتقول له إنه عميل سابق في المخابرات الأمريكية وبتطلب منه يخلص عليه في أسرع وقت. بعدها بنروح لفرانك وسارة لما بيوصلوا الفندق، وفرانك بيكون رابط سارة في السرير عشان ما تهربش وعشان يحافظ عليها. وساعتها بتفضل تسأله هو ليه بيعمل فيها كده، فبيقول لها إنه عميل سابق في المخابرات وليه أعداء كتير، لكنها بتكون مش مصدقاه وبتقول عليه بيكذب. فبيقرر انه يسيبها وينزل وبيقول لها انه هيروح يزور شخص مهم عشان ياخد رأيه في اللي بيحصل ده. وفعلا بيروح على دار المسنين وبيقابل صديق قديم ليه اسمه جو، وجو بيكون فرحان جدا لما بيشوف فرانك. وساعتها فرانك بيحكي له على اللي حصل معاه وبيكون عايز يعرف مين اللي عمل فيه كده. فبيسأله جو لو كان معاه أي أثر ليهم أو حاجة يقدر يدور من خلالها. فبيقول له فرانك إنه قطع صوابعهم ومحتفظ بيها. وجو بيبدأ يعمل اتصالات عشان يعرف مين الفرقة اللي راحت تقتل فرانك دي. وبيرجع بعد شوية وبيقول له إن دي فرقة اغتيالات إفريقية وكانت هي اللي ورا عملية الصحفية ستيفاني، ودلوقتي هما بيحاولوا يخلصوا على كل عملاء المخابرات اللي شاركوا في عملية جواتي مولا. لكن فرانك بيكون مستغرب ومش عارف هما ليه بيطاردوه لحد دلوقتي، وخصوصا إنه طلع معاش خلاص ومبقاش من المخابرات. وفي الوقت ده بنشوف سارة في الفندق وهي بتحاول تفك نفسها وبتفضل تحاول لحد لما بتنجح. وساعتها بتتصل على الشرطة عشان تيجي تنقذها، وفعلا بعد شوية الشرطة بتوصل وبيتكلم الضابط مع سارة لكنه بيكون عايز يخطفها وبياخدها للعربية بتاعته لوحدها وبيحاول يديها حقنة مخدرة في دراعها. لكن فرانك بيوصل في الوقت المناسب وبياخد منه الحقنة وبيضربه، بياخد سارة وبيهربوا بالعربية. وأثناء ما هم ماشيين بيتفاجئوا إن كوبر بيخبطهم بالعربية، لكن فرانك بيقدر يتعامل معاه وبيجري بالعربية وبيقدر ينزل منها وهي ماشية وبيضرب نار على كوبر وبيفضل يصوب ناحية الإزاز لحد لما بيقرر كوبر إنه يرجع بالعربية ويهرب بدل ما يموت. وساعتها بيهرب فرانك وسارة وبيستخدم اللاسلكي اللي في العربية الشرطي عشان يبلغ عن كوبر ويضمن إن كوبر مش هيطارده وهيقدر يهرب. وبعد شوية بيوصل كوبر للعربية اللي كان فيها فرانك وسارة وبيتفاجئ إنها فاضية، وبيلاقي فيها عدد كبير من قوات الشرطة محاصرين العربية وبيقبضوا عليه. وفي الوقت ده في دار المسنين اللي فيها جو بنشوف إن في عميل سري بيدخل الدار وبيخلص عليه. بعدها بنرجع لكوبر مرة تانية بعد ما قدر إنه يخرج لما عرف الشرطة إن عميل في المخابرات الأمريكية وإنه كان في مهمة، وبيروح للمديرة بتاعته بيقول لها إن اللي شافه من فرانك ده أثبت ليه إنه عميل مش عادي والقبض عليه مهمة مش سهلة. فبتطلب منه المديرة بتاعته إنه يروح على السجلات ويدور على معلومات عن فرانك. وفعلا بيروح السجلات وبيتفاجئ إن معظم المعلومات عن فرانك ممسوحة، وبيعرف إن فرانك عميل فعلا مش عادي والقبض عليه مهمة صعبة جدا جدا.
وفي الوقت ده بنشوف فرانك وسارة لما بيوصلوا نيويورك، وسارة بتكون اقتنعت ان فرانك عميل سابق بعد ما شافت مهاراته وازاي قدر يتعامل مع كوبر. والاتنين بيروحوا لأم الصحفية ستيفاني عشان ياخدوا منها أي معلومات عن بنتها ويعرفوا ماتت ازاي. وفعلا بيوصلوا لها وبيعرفوا ان بنتها كانت شغالة على ملف مهم جدا وعندها معلومات عن ناس مهمة ورجال عصابات، وبتديهم كارت مكتوب عليه رقم وبتقول لهم يدوروا عليه. والاتنين بيعرفوا ان ده رقم كتاب، فبيروحوا المكتبة وبيجيبوا الكتاب ده وبيلاقوا جواه معلومات واسماء عن ناس كتير. ولما بيدوروا على الناس دي بيعرفوا ان كلهم ماتوا ما عدا شخص واحد بس اسمه جابرييل. بعدها بيتحركوا هما الاتنين وبيروحوا لشخص يبقى صديق قديم لفرانك واسمه مارفين، وفرانك بيطلب من سارة ما تعملش اي حركات مفاجأة وتفضل وراه على طول. وفعلا لما بيوصلوا بيتفاجئوا ان مارفن ظهر قدامهم وبيوجه السلاح بتاعه لفرانك وبيكون شاكك انه جاي يقتله، لكن فرانك بيطمنه بيقول له انه مش عايز يقتله ولا حاجه. وساعتها مارفن بيطمن وبياخدهم معاه للبيت، وبيكون البيت بتاعه عباره عن مخبأ سري تحت الارض، والمدخل بتاعه من عربيه قديمه. ولما بينزلوا تحت بيقول فرانك لمارفن انه محتاج مساعدته عشان يوصلوا لجابرييل، فبياخدهم مارفن وبيروحوا يقعدوا في كافيه، وهناك بتخرج ساره تتكلم في التليفون. وفي الوقت ده مارفن بيكون شاكك في ساره وبيقول لفرانك انه عايز يقتلها لأنها ممكن تكون جاسوسة عليه وعايزة تقتله، لكن فرانك بيرفض وبيقول له إنه بيحبها وواثق فيها. وفي الوقت اللي بيتكلموا فيه بيتفاجئوا بطيارة هليكوبتر في المكان، بيشوف مارفن أرقام الطيارة وإن في شخص غير الطيار وبيعرف إنها خطر. وبعد شوية بترجع سارة وبتقول لهم إنها قدرت تعرف مكان جابرييل وإنه موجود في مستودع طيارات قديم. وعلى طول بيتحركوا على هناك، وبتكون في واحدة ست ماشية وراهم، ومارفن بيشك إنها بتراقبهم وبيمسكها وبيوجه سلاحه ناحيتها وبياخد منها الشنطة وبيقول إن في كاميرات. لكن فرانك بيقول له إنه شكاك وإن الست مفيش معاها أي حاجة تخوف، وبيطلب منه يسيبها تمشي. وبعد شوية بيوصلوا لجابرييل وبيكون قلقان منهم وبيوجه سلاحه ناحيتهم، لكن هما الاتنين بيخرجوا الأسلحة وبيقولوا له إنهم جايين عشان يحموه لأنه في خطر ومحطوط على قائمة الاغتيالات. وفي الوقت اللي بيتكلموا فيه ده بيتفاجئوا بطيارة الهليكوبتر وهي بتقرب منهم وتضرب عليهم نار، وعلى طول بيجروا عشان يستخبوا. وساعتها بتظهر الست اللي كانت ماشية وراهم وفعلا بتضرب عليهم نار وبتكون تبع كوبر. ومارفن بيكون متضايق وبيلوم نفسه انه مخلصش عليها لما شافها اول مره، وبيستعد عشان يقتلها، لكن بيتفاجئ بشخص واقف على حاويه وبيضرب عليهم نار. وساعتها بيستخدم فرانك سلاح من الاسلحه التقيله وبيخلص عليه، والست بتستعد عشان تضرب عليهم بار بي جي، لكن مارفن بيضربها في الوقت المناسب وبيقتلها وبيعمل انفجار قوي جدا. وبيكون في الوقت ده كوبر في مكتب الاستخبارات ومتضايق هو والفريق بتاعه ان فرانك هرب منهم وخلص على الفرقه اللي بعتها، وكمان مش قادرين يحددوا مكان سبب الانفجارات اللي حصلت. وبعد شويه بيهربوا هما الاتنين، وبيقول مارفن لفرانك ان الحل الوحيد عشان يخلصوا من الهجوم اللي عليه ده هو انهم يقتحموا مبنى الاستخبارات ويخلصوا على كوبر وياخدوا اي معلومات من هناك. وساعتها بيوافق فرانك، بس بيقول له انهم محتاجين مساعده عشان يقدروا يدخلوا المبنى من غير ما تحصل لهم مشاكل كتير. وفعلا بيروحوا لشخص اسمه ايفان وبيساعدهم انه بيديهم الاكواد الخاصه بالدخول والخروج وعدسة عين لواحد من ضباط المخابرات عشان يدخلوا متنكرين ومحدش يشك فيهم. وفعلا بعد شويه بنشوف فرانك وساره وهم رايحين على مبنى المخابرات، وبيكون فرانك متنكر في زي جنرال من جنرالات المخابرات، وبيدخل المبنى وبيركب الاسانسير، وساره بتساعده انه يركب عدسه العين عشان يعدي من الباب السري بصمه العين. لكن المشكله ان العدسه بتقع منها قبل ما يلبسها، وساعتها بيتفاجئوا بجنود بتفتح عليهم الباب وبيهددوهم. لكن ساره بتستخدم ذكائها وبتقول لهم انها سكرتيره الجنرال وعدسه عين وقعت منه وهي بتدور عليها، وبتطلب منهم يساعدوهم عشان الجنرال مش بيشوف من غير العدسه دي. وساعتها فعلا بيساعدوهم وبيدوا له العدسه، وفعلا بيقدر فرانك وساره انهم يفتحوا الباب ويدخلوا، وبيقابلوا عامل السجلات وبياخدوا منه السجلات الخاصه بمهمه جواتي مولا. بعدها بيمشوا وبيروح فرانك على مكتب كوبر وبيحصل قتال قوي جدا بينهم هما الاتنين، لكن فرانك بيقدر يهرب في الاخر. بس قبل ما يهرب بيضربوا كوبر بالنار في كتفه وبيتسبب له في اصابه قويه جدا، لكنهم في النهايه بيقدروا يهربوا من المبنى، وبيكون مارفن مستنيهم في عربيه الاسعاف بره المبنى عشان ما حدش يشك فيهم. وفرانك قبل ما يهرب بيقدر انه يعمل انفجار في المبنى، وبيتفاجئ لما بيشوف جو وبيفرح جدا انه لسه عايش. وجو بيقول لهم انه قدر يقتل الشخص اللي كان جاي يقتله وهرب بعدها. وبيكون فرانك في الوقت ده مصاب ومحتاج مساعده، فبيقول لهم جو انهم هيروحوا لصديقته فيكتوريا وهي هتتصرف. وفعلا بيروحوا لها، وفي الاول بتكون فاكره ان فرانك جاي عشان يقتلها، لكن فرانك بيطمنها وساعتها بتساعده وبتقدر تطلع رصاصه من جسمه. بعدها بيقعدوا ياكلوا مع بعض وبيراجعوا ورق المهمه بتاعه جواتي مولا، وبيعرفوا ان في واحد كان المفروض اسمه يكون موجود في السجلات، لكن معنى ان اسمه مش موجود ان في شخص بيحاول يحميه. وبيعرفوا ان الشخص ده اسمه الكسندر. وساعتها بيتنكر جو بيعمل نفسه انه وزير وبيقدر يقابل الكسندر، وبيكون معاه مارفن وفرانك وبيقدروا يكتفوه بيسالوه مين الشخص اللي بيحميه، لكن الكسندر بيرفض يقول لهم على اسمه وبيقول انه شخص تقيل ومش هيقدر يقول هو مين. لكن جو بيهدده انه هيقتله لو ما اتكلمش،
وساعتها الكسندر بيخاف وبيقول لهم انه نائب الرئيس بنفسه هو اللي بيحميه. وفي الوقت ده بتكون اليزابيث وساره واقفين بره. اليزابيث معاها قناصه ومستعده لاي خطر، وبتقول لساره انها لو كسرت قلب فرانك هتخلص عليها وهتدفنها في الجبل. وبتحكي لها عن عميل كانت بتحبه قبل كده والمخابرات طلبوا منها تخلص عليه، وهي اضطرت تسمع كلامهم وضربته بالنار. واثناء ما هما بيتكلموا بتلاحظ اليزابيث ان في عملاء كتير من المخابرات محاصرين المبنى. وفي الوقت ده بيتصل كوبر على فرانك وبيقول له يسلم نفسه لانه متحاصر من كل اتجاه. ولما جو بيعرف كده بيقرر انه يضحي بنفسه وبيقول لفرانك انه هيخرج عشان اليزابيث تتلخبط فيه وتقتله. وفرانك بيكون مش مصدق التضحيه اللي فرانك هيعملها وبيشكره على كل حاجه. وفعلا بيخرج واليزابيث بتخلص عليه، وساعتها بيهرب فرانك ومارفي من الناحيه التانيه. لكن اثناء ما هما بيهربوا المخابرات بيمسكوا ساره وبيقبضوا عليها. ولما فرانك بيعرف مين اليزابيث بيكون متضايق جدا ومش عارف يعمل ايه، لحد لما بيجي ايفان وبياخدهم بالعربيه وبيهربوا كلهم. وساعتها بيهربوا على كوخ، وايفان بيفضل يقول لفرانك انه لازم يحارب عشان اللي بيحبهم ما يسيبش ساره محتاجاه ويتخلى عنها. وبيحكي له انه زمان كان بيحب واحده وضربته بالنار لكنه فضل متمسك بيها. وبيكون بيحكي عن ده اليزابيث واللي عملته فيه. وفعلا فرانك بيتصل على كوبر وبيقول له انه لو فكر يأذي ساره هيخلص عليه وعلى كل اللي بيحبهم. وكوبر بيوعده انه محدش هيأذيها، وساعتها فرانك بيقول له انه هيخلص على نائب الرئيس. وكوبر بيطلب من ساره تساعده في انهم يقبضوا على فرانك، وبيديها ورق قضيه جواتي مولا وبيطلب منها تساعده. لكن ساره بترفض تخون فرانك وبتقول له انها مش هتساعده في اي حاجه. بعد كده بنشوف فرانك ومارفن وهم في مخزن سلاح موجود فيه كل انواع الاسلحه اللي محتاجينها في المهمه بتاعتهم. وبعد شويه بيكونوا جهزوا وبيتحركوا على الحفله اللي فيها نائب الرئيس. ومارفن بيقدر يدخل متنكر على اساس انه من عمال المطبخ، واليزابيث وايفان بيدخلوا على اساس انهم معزومين في الحفله لكن باسماء مستعاره. واول لما بيدخلوا بتوقع اليزابيث الشنطه بتاعتها على الارض، وساعتها ايفان بيديها لها وبيديها انبوبه فيها غاز. واليزابيث بتفضل ترش منه، وايفان بيفضل يعلي صوته بيقول ان في تسريب غاز يا جماعه ولازم يخرجوا كلهم من هنا. والمكان فجأة بيتحول لفوضى، والحراس بيقرروا انهم ياخدوا نائب الرئيس ويهربوا بيه. لكن مارفن واليزابيث بيكونوا مستنيينهم في الجراج وبيضربوا عليهم نار بأسلحة تقيلة. وساعتها الحراس بيغيروا مكانهم، ومارفن واليزابيث بيدخلوا مرة تانية وبيشتبكوا مع الحراس وبيحصل تبادل إطلاق نار بينهم. ومارفن بيرمي قنابل دخان عشان يقدروا يهربوا، لكن المشكلة ان اليزابيث بتلاقي نفسها اتصابت فبتطلب من مارفن يهرب هو ويسيبها. وفعلا بيهرب وبيسيبها، واليزابيث بتستسلم انها خلاص هتموت لحد لما بيجي ايفان بيشيلها وبيهرب بيها. وفي الوقت ده الحراس بيكونوا وصلوا على سطح المبنى عشان يهربوا نائب الرئيس، لكن بيتفاجئوا ان مارفن مستنيهم ولابس حزام ناسف وبيجري وراهم وبيهددوا منه هيفجرهم. والحراس بتهرب بسرعه وبيروحوا يركبوا العربيه وبيهربوا نائب الرئيس. لكن المفاجاه ان فرانك بيكون راكب العربيه ومستنيهم على اساس ان هو السواق، وبيقدر يصعق الحراس وبياخد النائب وبيتحرك بيه. بعدها بيتصل فرانك على كوبر وبيقول له انه نائب الرئيس معاه وانه هيديهوله مقابل انه يسيب ساره. وعلى طول كوبر بيجري يبلغ المديره بتاعته وبيحددوا مع فرانك مكان التبادل. لكن اول لما بيوصلوا بيتفاجئوا لما بيشوفوا الكسندر وبيعرفوا ان هو اللي مخطط لكل حاجه. وساعتها بيفاجئهم وبيضرب نائب الرئيس بالنار وبيقول لفرانك ان حياته قدام حياه ساره، وفرانك بيختار ان هو اللي يموت وساره تعيش. وفعلا الكسندر بيطلب من كوبر انه يحط الكلبشات في ايد فرانك، وبيقول ان العالم كله هيعرف دلوقتي ان فرانك هو اللي قتل نائب الرئيس. لكن كوبر بيحس ان الكسندر والمديره بتاعته بيعملوا حاجه مش قانونيه، وبيدي المفتاح لفرانك وهو بيربطه. وفي الوقت ده مديره كوبر بتكون عايزه تقتل فرانك، لكن كوبر بيضربها بالنار وبينقذ فرانك. وفرانك بيتحرك وبيخلص على الكسندر وبيفك ساره. بعدها بيشكر كوبر على كل اللي عمله معاه وبياخد ساره وبيمشي هو ومارفن وايفان واليزابيث، وبيخلص الفيلم بتاعنا على كده.